في خبر عاجل جدا يا جماعة، فتح أبواب الجحيم أو فتح باب الجحيم الآن. إيه اللي بيحصل في المنطقة؟ حاجات أشياء مريبة، بل يمكن يعني أقول إيه تشيب لها أو يشيب لها الشعر، تقشعر لها الأبدان. ما يحدث في المنطقة والسكوت الرهيب اللي موجود يخليك تقول لا، اللي جاي مرعب، اللي جاي خطير، اللي جاي صعب قوي قوي قوي. وازاي العالم وازاي القوانين الدولية وازاي الدنيا دي كلها تسمح بهذا او ما يحدث. خلينا نشوف الخبر اللي معانا، ومعانا اخبار كتيرة قوي يا جماعة النهاردة، فخلينا نشوف. ولكن دايما قلت لكم هفضل هصر واصرار غير عادي في كل فيديوهاتي على هذا العصر، عصر 2025، عصر الابتلاءات العظيمة. عندما تكثر الابتلاءات، عندما تزيد الكوارث، عندما يصبح اكل العيش كله صعب وضيق، اعرف ان هناك رسائل سمائية، هناك غضب الهي، فلازم نفوق. افسدنا في الارض وسعينا في الارض فسادا ونحصد ما زرعناه. هفضل اقول ده لغايه ما اموت. اللي احنا عملناه كتير قوي كتير قوي، بعدنا ونسينا. وفين المبادئ وفين الاخلاق وفين القيم وفين الشهامه في حاجات كتير قوي فاتتنا يا جماعه. الجيل اللي احنا ربيناه ده في حاجات غلط هو مش فاهمها، وفي حاجات كتير هو مش فاهمها. فلازم نرجع ونقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها من ابرياء ومظلومين ومقهورين وجوعى. قول ده من قلبك، هتحتاج الدعاء ده، هتحتاجه. فانت شيطانك وكبريائك، واصبحنا يعني حاجة غريبة ان انت حتى متكبر تكتب 4 حروف. لما انا الاقي يا جماعة فيديو متشاف مليون ولا مليون و500 الف و500 ولا 600 واحد اللي كاتب امين، يعني مليون بني ادم مش قادر يكتب امين. خلاص وصلنا ان ال4 حروف دي بقت صعب عليك قوي. ربنا يرحمنا من اللي جاي بجد. قول امين. اللهم ارحمنا من القادم. قول امين. خلينا نشوف الاخبار اللي معانا ونشوف ايه اللي تم ونشوف ابواب الجحيم التي فتحت. وقبل ما نبدأ، علشان صوتي ما يوقفش، وانا ما بطلبش ده دايما، ولكن ساعدني ان صوتي ما يوقفش. انشر، شير، شارك الفيديو في كل مكان، خلي صوتي يوصل للجميع. شارك معايا في معركة الوعي، خلي الناس تعرف. ما تنساش كمان تعبنا ومجهود الفريق ده كله، فما تنساش الاعجاب واللايك بالفيديو، ولا تبخسوا تعبنا. ما تنساش كمان علشان يوصلك كل جديد، يا ريت تدوس على الزرار اللي تحت الفيديو وتعمل اشتراك في القناة. الزرار مكتوب عليه اشتراك، واكون شاكر لحضرتك. وربنا يرحمنا من اللي جاي برضه. امين يا رب العالمين. واكتبها دلوقتي بقى يا اخي. يلا بينا نشوف اول خبر معانا، ونشوف كيف فتحت ابواب الجحيم او فتح باب الجحيم. لما احنا وصلنا لكده، وصلنا ان يتقال سنفتح ابواب الجحيم. ده خبر من 3 ساعات، يوم الجمعة 5 سبتمبر 5/9/2025، عام 2025، العام الذي سيكتب في التاريخ، العام الذي صمت فيه العالم كله، العام اللي كان فيه مقهورين وجوعى ومظلومين أمام أعين العالم. كاتس يعلن فتح باب الجحيم في غزة وتدمير برج شاهق. تعال بقى نشوف كاتس مين. كاتس ده وزير الدفاع الإسرائيلي، وده البرج أعلى برج كان موجود في غزة، تم تدميره وتسويته بالأرض بالكامل الآن. وكاتب كده الورق اللي اترمى واللي اتبعت إلى كل من لم يخلي بعد من منطقة مدينة غزة وبلدة جابليا في البلوكات أرقام كذا وكذا، كما تم تحذيركم. يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي
بتوسيع عملياته باتجاه الغرب. من أجل سلامتكم اخلوا فورا جنوب وادي غزة عبر شارع الرشيد. والرسالة جاية من جيش الدفاع الإسرائيلي. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فتح باب الجحيم. هذه العبارة هتفضل موجودة في الأذهان للأبد، الأجيال اللي جاية والجاية والجاية، والتاريخ ما بينساش حاجة يا جماعة. الأجيال هتفضل تسأل إزاي يتقال فتح باب الجحيم على غزة، والناس إيه اللي موجودين مين؟ ناس عاديين، بشر زيك وزيي. واعرف ان اللي بعيد عنك ممكن يبقى عندك بكرة. اعرف كده، الله سبحانه وتعالى بيقول لك اتعظ ممن يحدث، فقول اللهم ارحمنا من القادم. اكتب امين بقى. قبيل قيام الجيش بتدمير برج المشتهى، احد اكبر المباني في غزة. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي يسلم أول إشعار إخلاء إلى مبنى إرهابي شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم. وأضاف عندما يفتح الباب لن يغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى يقبل قتلت ومغتصبو حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم تدميرهم. وده طبعا الفيديو، والبرج نزل على آخر متر فيه. البرج تساوى بالأرض بالكامل، ومش هنقدر نذيع الفيديوهات عشان حقوق الملكية. وأفاد مراسلنا بمغادرة آلاف الفلسطينيين خيامهم في محيط برج مشتهى المهدد بالقصف في غرب مدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش ألقى مناشير تطلب إخلاء مناطق في جباليا شمال غرب غزة والتوجه جنوبا من وادي غزة عبر شارع الرشيد. وذكرت المناشير أن الجيش سيواصل توسيع عملياته في غزة وفتح أبواب الجحيم أو فتح باب الجحيم. خلينا ودينا بنشوف كل يوم رسائل سمائية جديدة، وإن جاء الطوفان ما حدش هيعرف يهرب منه. فيديو لحظة قصف برج المشتهى، وخلاص تم قصفه بالكامل. فبرضه بقول لك لحقوق الطبع النشر مش هنقدر نجيب. وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج السكني وحجم الدمار الذي لحق به وحوله إلى ركام. وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد أن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم في محيط البرج. وأفاد السكان أن تلقوا اتصالات تطالبهم بإخلاء البرج السكني بخطوة تمهيدية لتنفيذ غارة. وطبعا كل بعد أقل من ساعة من التهديد بقصفه، الاحتلال يقصف برج مشتهى السكني ب3 صواريخ في مدينة غزة. وفي وقت سابق من السبت أعلن وزير الدفاع كذا فتح باب الجحيم على غزة بالتوازي مع إسقاط الجيش الإسرائيلي منشورات لإخلاء البرج. وطبعا كل دي فيديوهات. لو شفنا بقى هنا في تصريح خطير جدا، واسمع الكلام ده. نتنياهو جه يا جماعة أمام العالم كله وقال أنا مستعد أفتح معبر رفح. اللي بيتحكم في معبر رفح من الجانب الفلسطيني هو الجيش الدفاع الإسرائيلي. فقال أنا مستعد أفتح معبر رفح من اتجاه فلسطين لجعل الفلسطينيين يخرجوا، وده حقهم يخرجوا. يروحوا فين؟ على معبر رفح المصري على سيناء. ولكن ان مصر سترفض. يعني تخيل بقى، انا ماسككم وعامل فيكم ايه، فهفتح لكم تروحوا مصر لدولة تانية. وهنا مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد لن نكون بوابة للتهجير. واستنى عندك قبل ما تقول اي كلام، وهقول لك ليه مصر بتقول كده. فخلي بالك قبل ما تقول اي كلام، لان دلوقتي الاشاعات كتير والكلام كتير والفتن كتير، والفتنة النائمة ولعن الله من أيقظها.
نددت القاهرة يوم الجمعة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددة على إنها لن تكون بوابة للتهجير. وأصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا. كما شددت مصر على إنها لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمرا غير قابل للتغيير. وطالب البيان بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم، وكذا وكذا وكذا. والإمارات تدعو لوقف التهجير والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الجامعة العربية يناقش كذا. وتابع البيان: وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية والكلام الباقي الدباجة المعروفة في كله. نفس الحكاية مصر تستهجن. نتنياهو بيقول ده بقى الكلام اللي قاله نتنياهو، ركز فيه قوي واسمع، لأن ده المخطط القادم. ده المخطط القادم، تاني بقول لك ده الخطوة القادمة. مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر. وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة أبو علي إكسبريس على تليجرام: هناك خطط شتى لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها، هذا ليس طردا جماعيا. وأردف رئيس الوزراء قائلا أن مغادرة غزة حق أساسي لكل فلسطيني. افهم بقى. وذكر خلال المقابلة فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم إذ اتخذوا خطوات أحادية الجانب، فنتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا، ليس هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة. لن نمنحهم دولة. مفيش دولة فلسطينية، والقادم هو أحطكم قدام معبر رفح وانتوا اللي عايزين تمشوا، فيلا خشوا على سيناء في مصر. حاجة بس عايز ألفت نظركم ليها، لأن مرتبطة بأحداث خطيرة كما قال بعض الفلكيين وبعض العرافين وبعض الناس اللي بيتكلموا دايما فيما وراء الطبيعة، ولكن طبعا الله وحده هو الأعلى والأعلم دائما. وكذب المنجمون ولو صدقوا. ولكن مع غروب القمر الدم أو قمر الدموي أو القمر الأحمر، الخسوف الكلي هيكون يوم الأحد المقبل، وده هيبقى لمدة 5 ساعات على عدة مراحل. دايما يحدث فيه، دايما حسب التاريخ مش حسب العرافين، دايما يحدث في القمر الدم أو القمر الدموي زلازل، براكين، كوارث طبيعية، حاجات غريبة. ده اللي بيقال. وهنا في ناس هتبدأ عايزة تصوره وعايزة تشوفه وعايزة تعمل. الفرصة هتبقى في الصين والهند والشرق الأوسط بالكامل والدول العربية اللي موجودة في شمال أفريقيا أغلبيتها، وكذلك شرق أفريقيا وغرب أستراليا. فربنا يعدي على خير، وربنا يعني يجعله يوم عادي. ولكن يوم الأحد القادم هيكون القمر الدموي أو قمر الدم أو القمر الأحمر، والخسوف الكلي بالكامل، اختفاء القمر بالكامل وتحوله إلى اللون الدموي يوم الأحد. فدايما نقول اللهم ارحمنا من القادم واكتب أمين. ده بس حاجة علشان يعني للمعلومة مش أكتر، ملاش دعوة بالموضوع اللي احنا فيه، ولكن لعلمك
لا اكثر ولا اقل. نرجع بقى للكلام اللي قاله نتنياهو والكلام اللي قاله وزير الدفاع الاسرائيلي، سنفتح ابواب الجحيم او ستفتح او سنفتح باب الجحيم. تخيل لما تبقى قاعد في دولة والعالم كله بيتفرج عليك ويقول لك سنفتح باب الجحيم ويحصل اللي بيحصل فيه. لما يجي نتنياهو بيقول الفلسطينيين نصهم عايزين يمشوا وانا هفتح المعبر وحقهم ان هم يخرجوا وهفتح لهم معبر رفح لكن مصر هتقفل. تخيل ان انت قاعد وشايف الدمار ده حواليك، شايف مفيش اكل، مفيش ميه، مفيش بترول، مفيش مستشفيات، مفيش علاج، مفيش اي حاجه. غير ده كله كمان في دمار وفي صواريخ وفي دبابات وفي انهيارات، وانت قاعد كمان في خيم وقاعد في الشوارع ولا ليك اي ملجأ ولا ليك اي نوع من انواع الامان. وفتحوا لك يا رب يكون شقه قد كده، هتعمل ايه؟ وهنا هو بيسميها ان دي يا هجرة او مغادرة طوعية، تهجير طوعي، ان انت اللي عايز. طب ما طبعا هتقول انا عايز حتى لو ايه، مع ان في ناس قالت ان شاء الله ندفن هنا واحنا مكاننا مش هنمشي، لكن احنا بشر يا جماعة، البشر. طيب لما مصر تيجي توافق وتفتح المعبر، معناها ايه؟ خلصت فلسطين بالكامل. 2 مليون بني ادم هيخشوا سيناء. بعد كده الضفة ابتدوا عايزين ياخدوا فيها مستوطنات. بعد كده مفيش دولة فلسطينية وخلصت قضية فلسطين بالكامل اللي أدلها عشرات وعشرات السنوات بيضيع قصادها شهداء علشان فلسطين تعود دولة بالكامل. تاني حاجة استباحة الأرض العربية. يعني إيه هاخد سينا وأدخل فيهم 2 مليون؟ ده هم اللي عايزين كده. يعني إيه؟ اي دوله قول لي تعالى انت اللي بتتكلم وتقول ما تخلي مصر تاخدهم يا اخي، طب تعالى انت افتح دولتك وقول انا هاخد ال 2 مليون عندي. الدول ليها سياده، والدول ما ينفعش تخطي حدودها بالاجبار. وبعد كده المخطط اللي انت ما تعرفوش لما تروح ال 2 مليون هناك ويجي واحد فيهم ولا يتعمل سيناريو تاني بتمثيليه غريبه ويتزرع زريعه في وسطيهم وواحد بس يضرب صاروخ ولا طياره مسيره ولا اي حاجه. هنا اتزرعت الفتنه واتزرعت زريعه ان يلا نضرب مصر علشان الفلسطينيين ضربونا منها، عشان في ناس من حماس هربانين جوه سينا وضربونا وتهديد للامن القومي. انت ما شفتش اللي حصل في لبنان؟ ما شفتش اللي حصل في سوريا؟ ما شفتش اللي حصل في ليبيا؟ ما شفتش اللي حصل في العراق؟ الجيش الوحيد القائم والجيش رقم واحد في المنطقة العربية بالكامل هو الجيش المصري، وهو حجر الزاوية. رفضت أم وافقت؟ ده واقع حاليا. الجيش الوحيد الباقي. فبلاش يا جماعة تجروا ورا الفتن اللي بتتزرع وان مصر سايبة الناس تموت لا، دي فكرة جديدة وسيناريو جديد، ومصر بتجهز نفسها. مصر عمرها ما كانت معتدية، عمرها ما كانت هجومية، عمرها ما كانت بتبدأ بالحرب، ولكن إن كتب علينا القتال فنحن جاهزون. وبقول لك الجيش المصري 110 مليون مصري. المصريين كده طيبين وجدعان وكل حاجة، لكن إن كتب عليهم القتال فال110 مليون مصري هيحاربوا. وافهم دي وارجع للتاريخ. ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي الجيش المصري، ربنا يحمي الجيش المصري، ربنا يحمي كل الدول العربية، ربنا يحمي غزة ويحمي فلسطين، ربنا يحمي كل أبرياء العالم. اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء ومظلومين ومقهورين وجوعى. يا أخي قول أمين بقى، يا أخي قول أمين والتجئ إلى الله، وكفاية ما زرعناه في الأرض. أمين يا رب العالمين. ربنا يحمينا وإياكم، وربنا يعدي الأيام اللي جاية على خير، لأن المخطط بدأ ينكشف. وزي ما قالوا فتحت أبواب الجحيم، فالله سبحانه وتعالى لن يقبل هذا إن طلبنا رحمته، والدعاء يغير الأقدار. ربنا يعدي على خير.
شكرا ليكم وشكرا لتواجدكم. اوعى يا جماعه توقفوا صوتي، الكلام ده ممكن يمنع كل فيديوهاتي. فيا ريت تنشر، تشير، تشارك الفيديو في كل مكان. يا ريت تعمل الاعجاب واللايك، ساندوني ان القناه ما يحصلهاش حاجه. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك. وربنا يرحمنا من القادم، امين يا رب العالمين. شكرا لكم وشكرا لوقتكم وشكرا لدعمكم، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. وإلى أن نلتقي، كان معكم فادي فكري، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع.